متابعين قناة حلو مالح جوري فاميلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا فيكم بالحلقة الرابعة من تحضيرات رمضان أو من الوصفات الرمضانية. بس اليوم رح بتكون عنا تحضيرات رمضان مثل ما انكم شايفين. أنا بساوي هيك شوية على أساس شوفوا كمان هون الفانوس شوية أجواء رمضانية. صار لي أسبوع وأنا ملتهية بتحضير شو بدنا نقول فرزونات رمضان على قولة ابني زين، تحضير تفريزات يعني اكلات سهله بساويها بحطها بالفريزر بيوم الصيام بلاقيها قدام مني يعني جاهزه وسهله التحضير. حضرت شويه كبه، شويه سمبوسه، عصرت ليمون، شو كمان سويت ذكروني، وسويت جبنه. تعالوا لورجيكم على الطاوله قبل ما اضبهم. هلا انا كنت عم اضبهم فتذكرت انه لا تعالوا حتى اصور فيديو وورجيكم شو عم ساوي. خلصت كميه كبيره الحمد لله، واليوم كان اخر دفعه. تعالوا خذوا فكرة شو ممكن تساووا قبل شهر رمضان بكام يوم، شو ممكن تعملوا تحضيرات مسبقة بتخفف عليكم كتير تعب وجهد. تعالوا معي على الطاولة. وهدول هن آخر وجبة من فرزونات رمضان على قولة زين، تفريزات رمضان. هدول آخر دفعة، يعني صار لي أسبوع أنا عم بشتغل على هذا الموضوع. الحمد لله اليوم خلصنا. حبيت صور معكم فيديو قبل ما حتى خلص. تقريبا أنا خلصت ضبيتهم كلياتهم، ضل بس علي شوية كبة بدي ضبهم. هدول كبة يعني كبة للقلي. شوفوا كيف لازم يكونوا، يعني جمدتهم تماما لحتى جمدوا تماما، وهلا عم استفهم هون بدي ضبهم. الكبه يعني شغله برمضان كتير صعب، فانا هلا هون فرزت تقريبا شي 80 حبه كبه مقليه. هي اخر دفعه. هلا بنغلفها بستريتش نايلون، وقت اللي بدنا نشيلها لحتى نقليها المفروض تبقى برا البراد 10 دقائق لحتى ما تطلع من برا مستويه ومن جوا قلبها لسه معجن. في هون كمان مفرزه باذنجان مشوي، شويه الباذنجان وقشرته طبعا هي اخر كميه. في هون كمان هدول سمبوسك جبنه كمان عملت كميه. في هون عندي كمان كميه من الكبه المشويه كمان تقريبا سوينا شي 50 حبه. فول اخضر، الفول الاخضر هون عندي كتير وقته قليل بيطلع وبيخلص فجاه. هدول في عندنا كمان سمبوسك رول بورق جلاج. هدول سمبوسك بعتقد هدول تبعين شو كنت حاشيتهم، كنت حاشيتهم فروج. شوفوا هلا هيدول سويت انا كميه منيحه من الجبنه، تقريبا هدول مشان السحور سويتهم بالبيت. طريقه الجبنه انا بخلي لكم اياها بصندوق الوصف لانه كنت سبق وعامله فيديو اول ما فتحت القناه. طلعت من الجبنه، من ميه الجبنه اللي انا سويتها، طلعت هي الكميه من القشطه كتير ظريفه للحلويات مثل القطايف العصافيري او مثل كنافه القشطه. شوفوا هون شو عامله. هذا عصير بردقان طبيعي، بنعصره كل كاسه عصير بنحط قبالها كاسه سكر وبنضل عليهم لحتى يذوبوا وبنعبيهم هيك. وقت اللي بدنا نشربهم كميه قليله بالكاسه، وبعد بدنا مي بارده وثلج غير شكل. هذا ليمون حامض، هذا ليمون حامض. هون في عندي معبايه مرقه عظم، مرقه مشان الشوربه. طبعا انا مسويه كميه كتير كبيره، بس هلا هدول طلعتهم قدامكم لحتى اورجيكم. هي ما أنا بالفريزر، هي حاطه بالبراد بس هدول مفرزتهم. وهاد توم، بس انا بدي افتح شوفوا هذا توم مقشر مفروم بالماكينه، او فيكم تدقوا تهرسوا هرس. حاطه عليهم كاسه من الزيت النباتي وفرزتهم بهي الطريقه. يعني كتير بوفروا وقت وبوفروا جهد وقت نكون عم نطبخ برمضان اذا الله رأى. يعني هدول هن فيديو كتير سريع بس ورجيتكم انه شو فينا ناخذ افكار لحتى شوي نسهل علينا الشغل برمضان. طبعا انا كمان مساويه ورق عنب، بس صعب علي شيله من الفريزر لاني صار تحت الغراض كلياتهم من تحت، فصعب علي اني اشيله. هدول هن تفريزاتي لرمضان، شويه سمبوسك، شويه كبه، جبنه، ليمون وعصير البرتقان، وكمان في شويه مرقه دجاج ومرقه لحمه كمان فرزتهم. هدول هن. رمضان مبارك، ويا رب تكون طاعة مقبولة. اللهم بلغنا رمضان وإياكم، لا فاقدين ولا مفقودين. فيديو على السريع، بتمنى الفيديو يكون عجبكم. تابعوني.